السلام عليكم ومرحبا بكم إخواني أخواتي. غنحاول نرجع بكم في هذا الفيديو واحد اللقطة اللي خلالها دخل فوزي القجع باش يتحدث للحكم والطاقم التحكيمي ديال مباراة المغرب ضد نيجيريا في النهائي، وكاين نقولوا المجزرة اللي مارسها هذا الطاقم التحكيمي ضد لبؤات الأطلس. فكنشاهدوا بأن هناك حكمة كتحمل الهاتف ديالها وكتسجل الكلام ديال رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم السي فوزي القجع. يعني كتحاول تسجل توثق عليه يقدر يصدر منه شي كلام غير لائق أو غير ذلك. وهنا يمكن نرجعوا الكلام ديال مدير قناة الرياضية بأنه لاحظ منذ البداية أن هناك شيء ما يحاك ضد المغرب وضد المنتخب المغربي والكرة القدم المغربية بصفة عامة. لذلك فاحنا كمغاربه لازم اننا نواجهوا هذا الشيء وما ندخلوش في هذا السياق ديال التشكيك في الرموز ديال كرة القدم الوطنية، وخاصة فوزي القجع اللي كيتعتبر يعني واحد الرجل القوي في افريقيا لحد الساعة، وهذا الشيء ما كيعجبش بطبيعة الحال العديد من الافارقة. كان هذا توضيح فقط، شكرا على وفائكم والى اللقاء.